اهلا وسهلا ومرحب بيكم. خلاص جزء كبير منا دلوقتي خلص الامتحانات. لسه لينا احباب في الثانويه العامه ولسه لينا ناس في الجامعه بيمتحنوا، بس الجزء الاكبر اللي بيعتمد علينا مراحل طبعا الابتدائي والاعدادي. الحمد لله يعني خلصنا بقى، وامهات كتير بدات تشم نفسها وخلاص لازم نغير المود بقى، ولازم نكافئ نفسنا. يعني بصراحة هو الأب بيتعب والأم بتتعب، وكل واحد ليه دوره وليه الوظيفة اللي بيقوم بيها. بس طبعا يعني مش عارفة، أنا مش عشان ست متحيزة ولا حاجة، بس حقيقي الأم بتتعب أكتر بكتير، لأن هي دايما هي اللي بتتابع وهي اللي بتباشر. وأحيانا بحس إن الزوج بيبقى بالنسبة لها بمثابة ابن برضه. يعني هي لو عندها 3 فهو يعتبر الرابع بتاعهم. من حقنا بقى ندلع نفسنا، نغير المود، نغير نفسيتنا. وزي ما احنا قلنا بالظبط، احنا عاملين زي البطارية بتاعة الموبايل، شحنتيها هتشتغل معاكي تمام وهتستجيب وتقدري تعملي اللي انت عايزاه. ما شحنتيهاش هتبص تلاقي الباور بتاعك خلص وتبدأي بقى تنفجري فيهم. ويعني مش عايزه اقولك هم هيزعلوا وانت هتزعلي والجيران هتزعل من اللي هتسمعه. فلازم نغير نفسيتنا. طب الحياة بقت صعبة، الظروف بقت صعبة والمعيشة غالية، مش لازم نغير المود بتاعنا في حاجة غالية. يعني دايما أنا بحس إن السعادة مش مرتبطة بغلو الحاجة. مش شرط أنا ممكن أقرأ كتاب، بلاش مثلا هنقول الكتاب ده الناس المثقفة مش عارفة ايه. لا، هو مش شرط، كل واحد بيرتاح بطريقته. في ناس بتحب تشرب كوباية نسكافيه، بتحس ان المود بتاعها اتغير مع اي حاجة حلوة. في ناس بتنزل تتمشى شوية برضو بتحس ان المود بتاعها اتغير. في ناس بتكلم صاحبتها في التليفون وتدردش وتفك وتقول كل اللي هي عايزاه، وبرضك المود بتاعها ايه، بيتغير. فاحنا هننقي الطريقة المناسبة لينا والمناسبة لظروفنا علشان نقدر نغير ونطلع الباور اللي جوانا. اوعي تفتكري ان تغيير المود دوت او ان انتي تستمتعي او تغيري الروتين بتاع حياتك ده مجرد رفاهيات. لا، للاسف هو مش مجرد رفاهيات، لان احنا في الوقت ده الموضوع صعب جدا. الاب والام مضغوطين بسبب ايه بقى؟ يعني هو عايز يجيب فلوس علشان يكفي البيت، هي طول الوقت بتحاول تدبر بالفلوس اللي جايه لها، بتحاول ان هي تركز مع اولادها في المذاكره وتروح وتيجي. لان برضو زي ارجع واقول تاني، الزمن دلوقتي بقى اصعب من الاول، كلنا بنخاف على اولادنا، والموضوع بقى صعب ان احنا بقينا بنسمع حوادث كتير جدا. فكل واحد فينا بياخد بنته او ابنه، خصوصا بقى البنات، باكد على النقطه دي، لان انا من الامهات اللي ما بسيبش بنتي بصراحه تروح ولا تيجي لوحدها. وكل ما اشوف يعني بحس ان انا متوتره اكتر، رغم ان احنا هنيجي في مرحله معينه لازم نسيبهم لان هم لازم يعتمدوا على نفسهم. بس انا مش لازم اطلعها هي مسؤوله وبتعرف تعمل كل حاجه علشان بعد كده تشيل الحمل كله على ظهرها، ويجي واحد من اشباه الرجال يحملها كل المسؤوليه. طبعا انا مش بعمم، بس بتكلم على يعني نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره جدا من اشباه الرجال دولت يعني عاملين مصايب، بيروحوا يفتحوا بيوت ويخلوا الست هي اللي تشتغل، هي اللي تركز في كل حاجه، وبعد كده بقى ايه، يسيبوها تخبط دماغها في الحيط. لا، انت لازم تشوفي على الحاجه اللي هي بتمتعك، ان شاء الله تكون شوكولاتايه. غيري جو، ويا سلام بقى لو خرجتي في مكان في طبيعه. طب ايه، هسافر مفيش فلوس للسفر، ما تعقديهاش. انت لو نزلتي كده ورحتي اي حديقه عامه، بس يعني بسم الله ما شاء الله احنا عندنا في بلدنا حدائق كتير جدا جميله ومميزه واسعارها كويسه. يعني انا مش هقول علشان ما بقاش بعمل دعايه الاماكن، بس عندك الازهر بارك، انا مضطره اقول اصل انا بحب المكان ده جدا. يعني بحس فيه براحه نفسيه مش طبيعيه، بحس فيه ان فعلا لا، المكان واسع ومفتوح، تقدري تتمشي والفيو بجد يجنن، مرتفعات ومنخفضات وخضره وميه وكل حاجه اللي انت عايزاه كله يعني. فايه المشكله ان احنا نعتبر مثلا زي ما بنطلع يعني انا بخاطب كل الفئات، وخصوصا بقى يعني لان مش عارفه اقول ايه، بس هو ما بقاش فيه طبقه متوسطه للاسف. دلوقتي بقى حتى الغني اللي احنا بنقول عليه ده غني ومعاه فلوس ومش عارفه ايه، بيشتكي. ف نحاول كده بقدر الامكان زي ما بنطلع فلوس الميه والنور وي 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 وي، نخلي جزء ولو بسيط، مش لازم نخرج كل شهر،
نجمع كده ونخلي جزء ولو بسيط. نتفق مع الولاد ان احنا المصروف بتاعنا هيقل شويه في الاجازه علشان نخرج المكان الفلاني. مش عيب على فكره، وده مش معناه ان انت بتيجي على ولادك، لا بالعكس، ده انت بتعلميهم ازاي يبقوا متعاونين، بتعلميهم ازاي لو وقعتي في ازمه يقدروا ان هم يستحملوا الازمه دي ويتصرفوا معاكي فيها. فالموضوع فعلا مهم جدا. انا لقيت يعني ناس كتير جدا بتشتكي من ان عندها ضغط نفسي وبانها متوتره ومش قادره، وخصوصا بعد ضغط الامتحانات ده الموضوع بيبقى صعب جدا. الامهات بالذات تحس ان هي اللي بتذاكر، بتحس ان هي اللي بتمتحن واولادها رايحين الامتحانات، فالموضوع مش سهل. لازم تفك عن نفسها، لازم تغير المود بتاعها. يعني تسمعيش كلام اللي يقولك ايه، اصل هم قاعدين في برج عالي، ده بتتكلم كده وهي مش عارفه ايه. لا، بصوا انا ممكن يكون مفيش في جيبي ولا جنيه، وابقى قاعده بخطط للرحله اللي هتيجي بعد كده، بس فعلا عن تجربه وعن نصيحه، طول ما انت بتتفائلي الخير، وطول ما انت مستنيه الاحسن، وطول ما انت يعني واثقه في ربنا وعندك امل فيه، وعندك يعني امل ان الحاجه دي هتيجي، ربنا مش هيخذلك ابدا. انا احيانا بيبقى مثلا مفيش حق الحاجه دي موجوده دلوقتي، ويجي حد من ولادي يقول لي يا ماما طب احنا عايزين الحاجه الفلانيه، اقول لهم ان شاء الله هنعمل الحاجه الفلانيه. طب فلوسها هتيجي منين؟ اقول لهم استنوا بس، ده ربنا هيبعتها. بص الجمله دي موجوده على طول، استنوا بس ربنا هيبعتها. لدرجه ان فعلا من كتر ما الواحد بيبقى عنده امل وبيبقى عنده ثقه في ربنا كبيره جدا، الحاجه دي بتيجي. ولادي بيبقوا ايه، يعني احيانا يقولوا لي هو انت يا ماما بتسحري؟ هو انت بتفتحي البخت وبتعملي حاجات زي كده؟ انت بتعرفي منين؟ بس انا دايما ارد عليهم واقول لهم اللي يتعشم في باب ربنا عمر ربنا ما يقفل ابدا بابه في وشه. استمتعوا وغيروا المود وهدوا اعصابكم. الحياه فعلا محتاجه ان احنا نخرج نفسنا من المود، محتاجه ان احنا نعيش في جو احسن من كده. ويا رب كلكم تكونوا سعداء ومبسوطين، لان كل ما البني ادم كان سعيد وبيتمنى السعاده للي قدامه، كل ما هو كمان هيرتاح، هنبقى هادين مع بعض، التعامل هيبقى اهدى، المشاكل اللي بنشوفها في الشارع كتير دي مش هتبقى موجوده. يا رب كلكم تبقوا بخير، وعقبال ولادنا بقى الباقيين لما يخلصوا، وتبقى اجازه سعيده على الكل ان شاء الله.